السلام عليكم. النهارده عايز اتكلم على حاجه انا شفتها، فيديو انا شفته. واتكلمت في الموضوع ده قبل كده، الا وهي الشحاته. الشحاتين في مصر وانتشارهم، وان دي بقت مهنه مش احتياج. اتفرجت على فيديو امبارح كان غريب شويه، عباره عن راجل شكله كبير في السن، يعني شعره ابيض ومنحني كده، يعني راجل كبير، يعني مش اقل من حاجه و60، ممكن يوصل في اواخر الستينات، ممكن يوصل السبعينات. المهم راكب عربيه حمراء محترمه نظيفه، قام جاي راكن، نزل من العربيه، لف حواليه، قعد شويه كده، بعدين قام مشى كده شويه لغايه الاشاره، وبعد كده وقف في الاشاره شويه، كل شويه يخبط على العربيه ياخد منها حاجه، يشحت مش عارف ايه، والنبي عايز. اللي مصوره من فوق، يعني معنى كده ان الشخص ده بيعمل كده كتير، لان هو كان متوقع ان هو موجود او مصوره من الاول. فالمهم خلص، قعد واخد اللي فيه النصيب، بعدين قام راجع استخبي كده في حته جنينه كده قدام العماره، وطلع الفلوس اللي خدها وقعد يعدها. انا حطهم في جيبه واتمشى بالراحه كده، راح للعربيه بتاعته، ركب العربيه وتوكل على الله. الفكره هنا ان دي مهنه، يعني واحد عنده عربيه وعنده وشكله نظيف، يعني مش محتاج، ورايح عشان يشحت. انا مش فاهم هيقابلوا ربنا ازاي دول. طبعا غير كميه الناس اللي انا برضو قلت عليهم قبل كده، اللي هو بيروحوا عند اشارات. في واحد مثلا جنب اشاره عند البيت عندي، وانا رايح وانا جاي بعدي عليه، وشفته جاي قبل كده بمواصلات، يعني على الاقل عشان يوصل للحته اللي احنا فيها دي بيحتاج له مثلا 15 20 جنيه مينيمم على الاقل، يعني علشان يوصل للحته دي، عشان يبدا يومه. بيوصل الصبح ويمشي بالليل، يعني بمواعيد، يعني شيفت. الفكره اللي انا عايز اقولها ان احنا اللي بنشجعهم على كده. انا بصراحه بطلت ادي فلوس في حتت كده، حاجات، في ناس مؤسسات ومنظمات محتاجه الفلوس دي، تحتاج الدعم يعني، فبديها، او بديها للازهر، او بديها لحاجه انا ضامن، او نسبيا ضامن، عشان دلوقتي مفيش اي حاجه تتضمن، يعني نسبيا ضامن ان هي هتروح لاصحاب الحاجه. فانا بطلب من الناس، ارجوكم محدش يدي للشحاتين دول فلوس، لان دول ممكن يبقوا اغنى مني ومنك من ناس كتير. دول انا بفكر مره ايام ما كنت في اوائل الالفينات، ما كنت باخد مشوار بروح عم منعم رياض، والمهم في واحد كان نايم هناك وشكله يعني ما استحماش بقاله سنين ونايم. فبعد كده السواق بتاع الميكروباص كان بياخدنا للشغل، يعني بيقول لي ان هو كل يوم هنا، وشاور لي على، واحنا في الطريق شاور لي على العماره، قال لي دي بتاعتي. تخيلوا واحد شحات نايم على الارض ما استحماش بقاله الله اعلم امتى، وعنده عماره. فبرجع بقول لكم ارجوكم محدش يدي للناس دي فلوس، الناس دول مش محتاجين، خلوا فلوسكم لناس محتاجه. طبعا الناس بتدي ده، انت بتتفرج على كده بعد كده انتشار الموضوع ده، فاحنا اللي لازم نوقف الموضوع ده، نوقفه بان احنا ما نديش للناس دي حاجه. يلا في الاخر احب كلكم تدعوا لاخواتنا في فلسطين، وربنا يزيح الغم عنهم وعن الامه العربيه كلها. ربنا معانا. السلام عليكم.